السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة الرابعة من القصة الشيقة والحقيقية ديال السي كمال، وكنصحكم تشوفوا الحلقة الأولى والثانية والثالثة لأن كاين تسلسل في الأحداث. قبل لا نكمل على القصة بغيت نقول لكم وتخيلوا معايا شحال من واحد عيط ليا وخلى ليا ميساج وتواصل معايا في الواتساب، كلهم كيسولوا على وبغيو يطمئنوا على الصحة ديال السي كمال. فكلهم كنقول لهم شكرا وكنأكد لهم بأن كمال الحمد لله بخير وعلى خير وسط الأسرة ديالو ومستأنف العمل ديالو بشكل طبيعي، حتى أن هذه تقريبا واحد الأسبوع كان تواصل معايا في التليفون وأنا جاي من ديبلاسمون وكيقول لي امتى غادي تلوح لا فيديو ديال الحلقة الثالثة ولا. وبقيت كنضحك انا، قلت لي راه ما عمرني عرفت بان مول الحفله والبطل الفيلم والمعني بالامر كيسول على امتى غيطلع لا فيديو. فاكد لي بانه قال لي راه بالفعل انا راه كنتسنى لا فيديو، ولان الطريقه باش كتعاود القصه والطريقه ديال السرد فهي عجبتني بزاف. قلت لي ولو ان كتفكرك في احداث مؤلمه، قال لي هذوك الاحداث المؤلمه كلهم دابا ولاو عندي ذكريات زوينه. وهنا كتشوفوا الطاقه الايجابيه ديال كمال. المهم نرجعوا نكملوا القصه. كمال بقى بديك الاسره المحتضنه المغربيه كيتعالج في الدار ديالها، كتجي الممرضه تشوفه والممرضه كتصيفط التقارير للمستشفى، يعني بحال في المستشفى نفس الخدمات غير هو في الدار. وهذا الشيء نذكر علاش، باش لا فاكتور، باش المبلغ ديال المونطون ما يطلعش بزاف، لانه كمال ما عندوش الفلوس وما عندوش تغطيه صحيه مع الاسف. ماشي ما عندوش تغطيه صحيه، حياته كلها هو كيخلص في التغطيه وهاد لا سينيسيس، وداك الشيء كله ما نفعو بوالو وبواحد الطريقه مستفزه، ما نفعو بوالو حياته كلها. هذا موضوع اخر تكلمت فيه. المهم كمال ولا كيتمشى ولا اوتونوم، بغى يرجع لبلادو، خصو يمشي للمستشفى باش يشوفوا صحيا واش ممكن يغادر ويسوي الوضعيه ديالو الاداريه. بالفعل مشى للمستشفى، مشى عند الطاقم الطبي اللي كان مكلف به، وهو كيعاود لي قال لي ما تصورش الفرحه ديالهم ملي شافوني جاي على رجلي والمورال طالع وحاله جيده. قال لك السعاده ديال الطاقم الطبي كتبان ملي كيشوفك مزيان، كيشوف النتيجه ديال الخدمه ديالو، لان هاد السعاده لا توصف. هناو وقالوا لي راه باقي واحد كشوفات بسيطه غنديروها، وديك الساعه الله يهنيك. بالفعل داروا مع الكشوفات خرجت كلها مزيانه. قالوا لي حنا الحمد لله عندك لوتوريزاسيون يعني الصحيه عندك باش تغادر. هادو الناس دائما قلنا راه الشق الصحي والطبي منفصل على الاداري والمادي. هادو ما قالوش لي واش غدوز ولا جدزتي ولا شحال باقي لك، كملوا وقالوا لي بطريق السلامه وسير شوف الامور ديالك الاداريه. غادي الاداره، مشى في الاداره ديك المصلحه المختصه في هذا الشيء، هناوه قالوا لي هنيئا راك وليتي مزيان الحمد لله. والتقارير هذوك التقارير جاو اون طون ريال، وحتى هنا دابا غتوقف لا فاكتور، غتاريطا صافي المونطون صافي لانه هو اخر النهار. وقالوا لي راه الحمد لله في صحه جيده بخير. خصك تسوي الوضعيه الماديه. كامل كيسول على الوضعيه الماديه، قالوا ليه 50 مليون اللي هي 500 ألف درهم اللي هي 50,000 أورو. قالوا لي دفعتي منها كضمانه النهار الاول ملي كنتي في المغرب 20 مليون، بقات لك 30 مليون هي 30,000 أورو. فالسي كمال تبدل لي اللون ديالو، بدا كيضحك، قال لهم ما عندي منها والو. هما شافوا الحاله ديالو ما يقولوا لهم بيك مباور بيك مباور بيك مباور. اللي ما كيفهمش الالمانيه هي زعما بشويه عليك ما تخاف ما تدهش. قالوا ليه حتى تمشي للمغرب ومدبرها حكيم، وغادي كاين بزاف ديال الطرق وكاين بزاف ديال الحلول وحنا غنتبعوا معاك. فتصدم ملي قالوا ليه عطاو ورقه بانه راه غادي يخرج، ما كاين لا شيك حطوا غارونتي، ما كاين واش عندك الاملاك، واش كاين شي عائله اللي غادي تكون يعني ضامنه، والو. خرج قالوا ليه على سلامتك
فسي كمال ترفع جاي كيقول واش انا كنحلم. وهذا المستشفى مع العلم انه راه بحال ان كلينيك بريفي، سي اون كلينيك بريفي، لان الموارد ديالها الماديه والاداريه والبشريه مستقله بذاتها. هي كتخلص البيرسونيل ديالها، كتخلص الاطباء، كتخلص الموظفين، كتخلص من المرضى، من الخدمات المرضى، لان عندهم لا ميتويال وعندهم لي زاسيورونس. فكان كمال هو اللي كان استثناء اللي غيخلص من جيبو، وتعاملوا معاه كاستثناء، كانسان عرفوا بانه عنده مشاكل. فدابا هادشي كله تخيل كمال في ان كلينيك بريفي في المغرب وكيديروا ليه بحال هادشي، راه سيونس فيكسيون، غتسطى غيتسطى. اذا سي كمال خرج وكيقول 50 مليون حيد من 20 30 مليون ما فيها حتى حاجه، وقالوا ليه بسلامه. غادي يجي عند الاسره يتوادع مع اللي كانت اللي مشات داتو حتى للمطار، توادعت معاه، وديك الاسره غتبقى واحد العلاقه اكثر من الاخوه لحد الساعه. اكد لي قال لي راه لان هذيك الاسره الدور ديالها كبير. غادي يدخل المغرب، لقى العائله ديالو كتستقبلو، بدا في فتره النقاهه، بدا كيتمشى الحال الحمد لله، بغى يستقر شويه باش يبحث على العمل لان عنده لي شارج وعنده هذا خصو يبدا يخدم. واحد النهار جاتو مكالمه من المستشفى، فقال الناس كتقلب على فلوسها وانا باقي والو، لقيت ديك 20 مليون جماعه غا بزز، ما يمكنش. فجاوبهم هذوك الناس الطاقم الطبي ما كيسولوش على الفلوس، كيسولوا على الحاله الصحيه ديالو، كيطمئنوا وكيطلبوا باش يديروا شي كشوفات، هذا بحال ان كونترول عن بعد ا ديستونس. فدار معاهم داك الكونترول وقالوا ليه مزيان، وحتى واحد فيهم ما سولو واش خلصتي، واش شحال باقي ليك، واش يعني مسار مستقل، ان سيركوي انديبوندون. دائما كنكرر السيركوي الطبي والجراحي والصحي ما عنده حتى علاقه بالاداري والمادي. فهو ملي شاف الناس كتواصل معاه وما كتسولش، قال واقيلا هادو غينساوني في الفلوس. قال صافي الحمد لله. هو ماشي ما باغيش يخلص ما عندوش، وكيقول له الا جمعت غادي نشوف وغادي نخدم ونبدا نخلصهم. فغادي حتى واحد النهار جات واحد المكالمه هاتفيه من السفاره ديال هذيك الدوله اللي كان كيتعالج فيها، ويتسائل قال انا ما عندي حتى شي مشكل، كنت في وضعيه قانونيه، ما حرقت لا فيزا، ما درت شي حاجه خارج القانون، يعني علاش هاد السفاره عيطوا لي قالوا لي خصك تجي عندنا للسفاره. غادي كيتسائل وقال عندي الوضعيه اللي ماشي هي هذيك، هي السبيطار، ولكن هما السفاره ما عندها حتى علاقه بلا فاكتور اللي ما مخلصهاش ديال السبيطار. غادي يمشي، غادي يلقى واحد المكتب خاص يستقبلو مزيان، وتما ثاني غتبدا واحد القصه اخرى اللي غنخليوها الحلقه الجايه ان شاء الله.